يعني الواحد يوميا يروح الشغل متاخر بسبب التاكسيات. التاكسيات في اماكن ما بتحبش تروح. هم الجماعه طالعين من البيت بخط سير. يعني هم في ناس كده معينه سواقين تاكسيات طالعين بورقه كده من البيت بخط سير، انا بروح الحته الفلانيه ودي 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 بس، ما بيروحش هو اماكن تانية. الراجل هو شغال على دول بس، غير كده لا. يعني انا مره كنت واقف بركب تاكسي، وده يوميا بيحصل يعني. راح يا اخويا حي مكه، لا ما بروحش. واحد تاني بعديه العزبه، لا. السلخانه مع البحر، لا. طب مجوسه، لا. طب انت يا اخويا بتروح فين انت؟ انت حضرتك يعني طالع من البيت على الله، فاهمني انت؟ ليك اماكن معينه حضرتك يا ريت تقول لنا عليها ننقل احنا فيها. يعني نروح نعزل ناخد عفشنا وحاجاتنا وننقل، عشان لما نركب التاكسي ما تقولناش لا يا اخويا والنبي. لان انت بصراحه يعني في شويه سواقين تاكسيات انا ما اعرفش ليه هم بيتعاملوا كده. في طبعا سواقين محترمين يعني نشيلهم فوق دماغنا بصراحه، لكن في ناس انا ما اعرفش ليه بتعمل كده يا اخويا. يبقى راكب التاكسي مقصوع، فاهمني انت طبعا يا حبيبي، كده واعمل لك بصباع، او ممكن تبص يعني بغيظك هو، لا مش هتركب انت ما تركبش، انت تروح ماشي. انت كل اللي معدي يقول لي لا. طب انتوا يعني معلش يعني ما انتوا طالعين تعملوا ايه؟ ويجي في اخر اليوم السواق يقول لك ايه؟ ما جمعتش معايا النهارده. واه، طب ما هتجمع ازاي يا اخويا؟ طيب هي هتجمع ازاي معاك لما انت ما فيش مشوار راضي تروحه؟ ما فيش مشوار راضي تروحه، طب هتجمع معاك منين هي؟ هيجي لك فلوس كده من الهواء؟ انا وداني طرمت دي، ده انا بنزل اروح لدكتور الانف واذن وحنجره بسبب الناس اللي بتشغل سماعات وتعلي الكاسيت بتاع العربيه. طب يا ابني احنا قاعدين في فرح، ده انا عايز اوصل مشواري ما تصدعنيش، دماغي زنت، ده انا جاي من الشغل، كفايه الوش اللي في دماغي. ناقصه كانت شغال لي سماعات غير البخ بتاع السجاير. يعني براكب مع واحد وقاعد جنبه ويبخ في وشي. طب يا عم انت عايز تاذي نفسك يا اخي، انت مالك ومال انا يا اخي؟ عايز تاذيني ليه معاك؟ يعني سواقين التاكسي اللي بتشرب سجاير ده يا اخوانا يا اخي لو وقفت لك على جنب دقيقتين ما انت كده ما تركبش سجاير. اقف على جنب دقيقتين، عايز تاذي نفسك انت اذي نفسك بالسجاير بعيد عني. في ناس بتركب معاك عندها حساسيه صدر، واللي بيتضايق نفسه بسبب السجاير والجيوب الانفيه والكلام ده كله ما تضايقوش يا اخي معاك. طبعا احنا مش بنتكلم على كل سواقين التاكس، احنا بنتكلم على الناس اللي بتعمل كده وهم عارفين نفسهم. لكن الناس المحترمه ما بتلحقش توقف التاكس وما يقولكش رايح فين، تركب وبعد ما بتركب بيقول لك اتفضل يا فندم رايح فين. دي الناس المحترمه، دي الناس الذوق، دي الناس اللي عايزه تشتغل. لكن انت سعادتك لا عايز تطلع تشغل الموسيقى وتدرج ويلا يا معلم وروح وتعالى واديني واديكوا. بشوف ناس كبيره في السن واقفه، اقسم بالله بشوفها يوقفوا سواق التاكسي ما بيلحقوش يقولوا له المكان ويطير. دي يا راجل ده لو الناس دي رايحه النار وصلهم. دي ناس كبار يا ابني، ناس كبار في السن، يعني ارفعهم من على الارض وديهم المكان اللي هم رايحين. ايه يعني المكان بعيد شويه ولا قريب شويه، ايه المشكله يعني؟ ما انت لازم تعمل ايه؟ هنقول ايه ونعيد ايه؟ احنا لو قعدنا نحكي للصبح. شوف كميه التعليقات اللي هتتكتب في الناس بيحصل معايا في التاكسيات. ربنا يهديكوا علينا يا رب، ربنا يهديكوا علينا. راجل بيرن الجرس الحصه جت.